اذا مرحبا بكم، مرحبا بجميع المشاهدين وجميع الاسماء الوفيه ديال راديو مارس. ان شاء الله نحاولوا نديروا معكم اللايف ديال هذا الماتش بالمجهودات اللي كاينه باش اننا ندوزوا هذا الماتش ديال فريق حسنيه اكادير امام جينيراسيون فوت. ماتش اللي ما سهلش، ماتش اللي صعيب على الفريقين بجوج. اذا فريقين بجوج، فريق حسنيه اكادير فريق جينيراسيون فوت، فهو بجوجهم دخلوا للتيران في هذه الاثناء باش تبدا الانطلاقه ديال المباراه بين الفريقين. اذا بحضور في هذه الاثناء اللاعبين كيتصافحوا. فريق حسنيه اكادير جلال الداودي، الحواصلي، بوفشيني، باسين، تامر صيام، بوعدي، زهير الشوش، احمد ماهر، المهدي وبيلا، وادريس بناني، وياسين الرامي. اذا طلبتونا قبيله نديروا لكم البث، حنا نديروا معكم البث مباشر في نفس الوقت لايف. غيكون دايز ديال الماتش ان شاء الله كامل. نتمنوا ما يتقطعش الكونيكسيون، وفي نفس الوقت غيكون التعليق والوصف الرياضي ان شاء الله مباشره على اثير راديو مارس. اذا جينيراسيون فوت بالتشكيله ديالو كما ذكرنا اللي بدا بها الماتش ديال فريق حسنيه اكادير. تغيرات قليله، غارديان سعيدون داي في اللاكس كاين اسماعيل سيمبارا مع ابو بكر ليو، في ارير درو ارير غوش باكاري ماني مع خادم دياو، بون صانوح مع بابي ماتارسار وشريف بايو. هادو في الميليو. في الهجوم اليوم ما مدخلينش الناف، المهاجم ديالهم صعيب شويه اللي الهداف ديال الدوري عيسى سماره، ولكن مدخلين بابي انسا باجي في الي، كاين بدر سو ومالك سيسي. اذا هي التشكيله في هذه الاثناء. الفراقي بجوج فريق حسنيه اكادير كيوجدوا فريق جينيراسيون فوت، فهما يعني كلشي كيوجد لهذا الماتش، يعني كلشي كيوجد لهذا الماتش اللي صعيب على الفريقين بجوج. ماتش اللي نتمنوا انه يدوز بخير وعلى خير. اذا الماتش ديال فريق حسنيه اكادير مع فريق جينيراسيون فوت. الحواصلي حاضر، اذا الحواصلي حاضر. لا خليها اخا ان شاء الله يبدا الماتش ان شاء الله، ونقلبوا التليفون ونديروا التعليق ان شاء الله. يلا يا سيدي خذوا راحتكم. قربوا لي اذا كما كتشوفوا الكره عند فريق حسنيه اكادير، هو اللي يبدا السونتر. احمد ماهر هو اللي كاين في كما قلنا اون بوينت اليوم، هو اللي يبدا كره. الحكم اللي كيقود هذه المباراه حكم من ليبيا، عبد الواحد حريدات مع ابو الخير خالد وصلاح شوقي. هادو حكام من ليبيا. اذا كي كنشوفوا فريق حسنيه اكادير داخل التشكيله ديالو المعتاده 4-3-3. ياسين الرامي مع بوفتيني في اللاكس، باسين عبد الحكيم مع بعد ديرير درواري غوش، مهدي وبيلا وزهير الشوش المهدي وبيلا وزهير الشوش وجلال الداودي في الميليو. وفي الهجوم كنشوفوا دريس بناني مع احمد ماهر مع تامر صيام في الهجوم. مرحبا. الو كنسمع. الو وي كنسمع. كتسمعنيش؟ دابا مزيان صافي سير.
اذا كنتظروا الانطلاق ديال المباراه بين فريق حسنيه اكادير وفريق جينيراسيون فوت. باقي الحكم جماهير قريبه تعمر التيران، كتشوفوا يعني كلشي عامر التيران ديال جينيراسيون فوت. إذا باقي كنتظروا انطلاق المباراة بين فريق حسنية أكادير وجينيراسيون فوت. الجماهير باقي كتوافد على التيران ديال الحسين جيغوف بيكين، هذه المدينة اللي بعيدة على دكار بواحد تقريبا 30 حتى 40 كيلومتر، يعني كتجي فيها في روت. اذا باقي شويه ديال الوقت بالنسبه للماتش ديال فريق حسنيه اكادير، يعني باقي كنتظروا اعطاء الانطلاقه ديال الماتش، يعني دقائق قليله على انطلاق الماتش ديال فريق حسنيه اكادير. اللاعبين باقي بجوج كيتسناو، الفريقين بجوج كيتسناو كلشي باش الحكم يعطي الانطلاقه ديال هذه المباراه. اذا في هذه الاثناء كتعطى الانطلاقه ديال فريق المباراه ديال فريق حسنيه اكادير. جينيراسيون فوت كتلعب ياسين رامي كيضرب الكره ديالو، لكن كيدخل المدافع اللي كيبعد الكره وكتمشي كره كتخرج للتوش لفائده فريق جينيراسيون فوت. اللي لعب التوش هو اللاعب خديم، كتلعب كره كتمشي عند المهاجم رقم مالك سيسي رقم 11، كيرجع الكره ديالو الزارشوش كيحيدها لهم كيلعبها مع تيمر سيام، ولكن كتخرج كره توش لفائده فريق جينيراسيون فوت. اللي يلعب توش هو اللاعب خادم دياو كيلعب الكره ديالو كتمشي عند باكاري وكيجي كيدخل جلال، باقيه خطيره كتمشي كره عند بابي ماطار كيرجع الكره ديالو عند خادم كيسونطري كره خطيره في الكره ديال ديزويت كترجع، لكن كيمشي تيمر سيام كيحيد كره، لا تيمر سيام كيعطي الكره ديالو وكيدخل الكره لوجه ديال ياسين الرامي. اللاعبين طلبوا والجماهير طلبوا ولكن ما فيها والو، الكره كتلعب مباشره والحكم كيمشي باش يشوف ياسين الرامي بعد ما ضرباتو الكره للوجه ديالو. اذا دخلنا يلاه انطلقت المباراه. الدقيقه الاولى هذه دائما التعادل 0-0 بين فريق حسنيه اكادير وفريق جينيراسيون فوت السنغالي. اذا الكره كتلعب بسرعه كترجع لا ديفونس عند اسماعيل صار اللي كيلعب عند خادم نضا، ولكن الباس ديالو كيخرج التوش فائده فريق حسنيه اكادير. اللي لعب التوش هو اللاعب عبد الحكيم باسين كيضرب شاف اوبيلا كيلعب على اوبيلا اللي كيضرب الكره ديالو مباشره كتمشي الدفاع عند اسماعيل صار اللي كيضرب الكره ديالو كيردها بعد ديك كتمشي عند زهير الشاوش كيرجع الكره ديالو ياسين الرامي كيضرب كره كتلعب عند بعدي ياسين كيضرب كره ديالو عند احمد ماهر، لكن كتمشي كره للميليو. كره كترجع عند اللاعبين الحسني عند دريس بناني كيحافظ على الكره ديالو كيقلب على كفره، الحكم كيسيفلي كفره ديال دريس بناني ضد اللاعب بونصانوح كفره اللي لعبها هو جلال الداودي كيلعب الكره ديالو عند سفيان بوفتيني عند باسل عبد الحكيم عند دريس بناني كيلعب الكره ديالو زوينه ولكن كيدخل الدفاع وكترجع كره عند المهدي اوبيلا كيلعبها ياسين الرامي كيهز كره طويله كيغير الاتجاه الجهه اليمنيه عند عبد الحكيم باسين كره زوينه ولكن باقيه خطيره، ولكن كتمشي مباشره عند سايدو نضاي الجول ديال فريق جينيراسيون فوت اللي كيلعب الكره ديالو بسرعه عند اسماعيل سيمبارا كيلعب الكره ديالو عند خادم الضياء اللي كيصبغ كره، ولكن كيمشي لزاهر بوفتيني ضد لاعب بابي انسا، والحكم كيسيفلي كفره ديال سفيان بوفتيني. كره زوينه ديال مالك سيسي ولكن الحمد لله سفيان بوفتيني
الصوت كيتسمع. اذا كما كتشوفوا الكره كتلعب كتمشي عند اللاعبين ديال الفريق حسنيه كتلعب عند مهدي وبيلا، المهدي وبيلا عند تامر صيام، تامر صيام كيرجع الكره ديال زهير الشوش، زهير الشوش عند جلال الدودي، جلال الدودي كيلعب الكره ديالو عند احمد ماهر، لكن كيدخل اللاعب اسماعيل السيمبارا كيبعد كره خطيره هذه، كيجي ياسين الرامي وكيبعد الكره ديالو كتمشي عند المدافع خادم اللي كيرجع الكره ديالو عند اللاعب بابي من الاطار، وكتخرج كره للتوش لفائده فريق حسنيه اكادير. اذا التوش اللي فيه الفريق الحسنيه كيلعبوا، كيمشي كره عند اللاعبين ديال الحسنيه عند جلال الدودي كيهزها من مباشره المدافع ابو بكر مصطفى اليوم اللي كيضرب الكره ديالو عند بابي انسا، بابي اهلا بك خويا ايوب ومرحبا بكم، مرحبا بجميع الاسماء الوفي مباشره من الحسين جو تيران اللي كاين في بكين في السنغال. اذا انطلقت المباراه الدقيقه الثالثه هذه دائما 0-0 بين فريق حسنيه اكادير جينيراسيون فوت، ماتش اللي صعيب كيبان من الدقائق الاولى ديالو، ماتش اللي على حساب التيران الصغير يعني كاين الضغط لا على اللاعبين ديال فريق حسنيه اكادير ولا فريق جينيراسيون فوت. ندوزو للتشكيله ديال الفريقين، فريق حسنيه اكادير داخل بالتشكيله التاليه كاغارديان في الجول كاين عبد الرحمن الحواصلي، في الدفاع كاين ياسين الرامي مع سفيان بوفتيني، في اللاكس عريض رواري غوش كريم بعدي وعبد الحكيم باسين، في الميليو كاين المهدي وبيلا جلال الدودي وزهير الشوش. بالنسبه للهجوم كاين فيها احمد ماهر مفاجاه اليوم ديال كاموندي اللي كيلعبوا كارسمي ومعاه تامر صيام ودريس بناني. بالنسبه للرومبلاسي ديال الفريق حسنيه اكادير فيها فهد الاحمدي، امين صدقي، عبد العلي الخنبوبي، ايوب القاسمي، عماد الكيماوي وايوب المالوكي والنعمه بلال. بالنسبه للفريق صاحب الارض نقولوا الجمهور فريق جينيراسيون فوت في البوتو كاين سيدو ماني، هذه محاوله ديال فريق حسنيه اكادير كتلعب كره زوينه ديال مهدي وبلال دريس بناني بعد هذا بعد دي طريقه زوينه كنبغي يبيضوا باش يهرب، ولكن كتدخل كتخرج كره للتوش نكملوا. بالنسبه للفريق جينيراسيون فوت سيدو ضعيف في البوتو، في اللاكس كاين اسماعيل سيمبارا، ابو بكر مصطفى اليوم معاه في اللاكس، خديم ضياو مع بكري ماني في اري غوش، في الميليو كاين بون صالح وبابي ماتارسار وشريف بايو. بالنسبه للهجوم كاين مالك سيسي مع بدارة سوي، وفي اون بوينت كاين بابي انسا باجي. بالنسبه للبلاصون ديال فريق جينيراسيون فوت محمد نيار، كاين ضيوف فيولا ومامادو ساك سيمبا امادو سومار إيسا. ابو الخير خالد وصلاح الشوكي علي الجاليه من هذا المباراه لا تغير الامور، لانه كان لمسه يد الرامي ولكن ماشي متعمده كما شاف الحكم الليبي. هذه محاوله خطيره ديال الفريق جينيراسيون فوت اللي كيضرب الكره ديالو، ولكن كتمشي اول محاوله في الماتش، ولكن كتلعب كره وكتمشي كره اللي كتلعب كره الحمد لله دازت المحاوله اللي كانت صعيبه على فريق حسنيه اكادير، دازت بسرعه وكترجع. اذا كره كتلعب كتمشي للمليون، فريق جينيراسيون بدا كيتيق في راسو، بدا كيقلب على راسو، كره كتدخل. اذا الكره عند اللاعبين ديال الحسنيه اكادير جلال الدودي، المهدي اوبيلا واللاعب تامر صيام فهو خارج، وياسين الرامي يختار انه يخرج كره لان ما خرجهاش، ولكن الحكم وقف الماتش باش تلقى الاسعافات الاوليه ديال اللاعب تامر صيام. اذا تامر صيام باقي طايح في تيران، كيدخلوا
الاسعافات الاوليه باش يعطيو الطاقم الطبي السي الدكتور بيزران باش يعطي الاسعافات الاوليه. تامر سيام ماشي شي بليسير اللي صعيبه، نتمناو انه يكمل الماتش. كان من الافضل مزيان هذه الفكره ديال تامر سيام انه ما تكونش الاصابه تكون معتمده، لان فريق جينيراسيون فوت بدا كيثق في راسو، بدا كيدعم. فريق الحسنيه بدا عليه شويه ديال الضغط مع هذه المحاوله، نتمناو ما يتماركاش شي بيت. بالنسبه لجينيراسيون الحسنيه تلقى راسها، لان الى حدود الساعه الحسنيه مازال ما لقاتش راسها في هذا الماتش. كره تكمل الحكم الليبي عبد الواحد يعطي لافونتاج للاعبين الحسنيه، لا يخلي الكره بين اللاعبين تلعب. الكره باقيه في تيران، الحكم كيعطي كره لشريف بايو. شريف بايو ما عطاش كره، الحمد لله ماشي كراف. يعني تامر سيام كينوض كيكمل، ولكن الجميل هو الكره خطيره هذه لفائده فريق جينيراسيون. كيدخل سفيان بوفشينو كيبعدها، اللاعبين باقي خطير. هذه الكره كيسونطريو، كيدخل مهدي وبيلا كيضرب كره كيتبع زهير الشوش، بيخرجها احمد ماهر كيضرب الكره ديالو، ولكن ما كيلمن مباشره للدفاع. كنمشي ابو بكر مصطفى اليولي كيلعبها بكاري ماني كيلعب الكره ديالو لعند بدره لعند شريف باي، ولكن الكره كترجع عند اللاعبين ديال الحسني عند جلال الدودي. الباس ديالو كتخرج كره. قلت لك من الامور نقولوا واش المضحكه هو كره كان تامر سيام طاح، ياسين رامي خدا كره ديالو كان بيخرجها الحكم سيفله، لكن ملي رجع كره باش تكمل الماتش فشريف بايو خدا الكره باش تكون ديال الرياضيه ورجع كره للحسنيه، فهو خداها وكمل الكره. هذه خطيره في هذا الفريق جينيراسيون كتسونطرا، ولكن بعدي بطريقه زوينه كيخلي بدر صوره قدامه كيتبع الكره ديالو كيخليها موراه، بعدي غادي بالكره ديالو كيلعبها لجلال الدودي تامر سيام. هذه الكره اللي خصها تكون هو كره دقه بين اللاعبين ديال الحسنيه، ما خصهمش يخليو فريق جينيراسيون يثق في راسو، لان لم تثق في راسو يقدر يماركي البيت الاول. نعم خويا ايوب. بالفعل ماني واحد اللي داخل الى حدود الساعه هو بكاري ماني. سميت اللي كثر هو بابا، هو تقريبا شي 4 ولا 5 اللعابه كلهم عندهم اسم ثلاثي فيه بابا. كره كتخرج مباشره الحواس اللي كيخليها تخرج. يعني فريق حسنيه كيدير مطالب باش انه يمتص نقولوا الحماس ديال فريق جينيراسيون فوت وما يخليهمش انهم يدخلوا في الماتش، لان كنعرفوا الا مشاو ماركاو بيت يبقى لهم سهل انه يرجعوا في النتيجه ويماركوا البيت ديال التعادل. يعني كنعرفوا فريق حسنيه عنده الفونتاج ديال 2-0 اللي ربحها في اكادير البيت ديال ايوب المالوكي. كره كتلعب الحواس اللي كيضرب الكره ديالو كتمشي لتامر سيام كيلعب الكره ديالو عند احمد ماهر وكتخرج كره توش لفائده فريق حسنيه اكادير. توش بشويه كريم بعدي كيطلع باش يلعب التوش ديالو لفائده فريق حسنيه اكادير. بعدي بشويه عليه واخد الوقت ديالو. بعدي كيلعب الكره ديالو مباشره عند تامر. زوينه هذه لاحمد ماهر في الكارت زويد. احمد ماهر كيتعطل بزاف. احمد ماهر وصلاتو الكره كان ممكن يتيري، لكن تعطل كيجي المدافع وكيبعد، وجلال الدولي كيدخل ضد لاعب مالك سيسي. كتخرج كره توش لفائده فريق جينيراسيون فوت اللي كيلعبها بسرعه. خديم ديالو كيرجع الكره ديالو لا ديفونس عند بوبكر مصطفى اليوم. بوبكر كيلعب الكره ديالو طويله عند لاعب بابي كيلعب الكره، لكن كترجع عند المهدي وبيلا اللي كيلعبها بعدي كيلعب الكره ديالو عند زهير الشوش كيدخل لاعب كريم بعدي وكيدير كفره ضد اللاعب بدره. صاوا الحكم كيسيف لي كفره لفائده فريق جينيراسيون فوت اللي كتلعب بسرعه. كتمشي كره كيرجع لا ديفونس عند ابو بكر مصطفى اليوم. مصطفى كيلعبها لاسماعيله كيلعب الكره ديالو عند بون صالح لاسماعيله، لكن كتدخل عبد الحكيم باسين وكتمشي لجلال الدودي زهير الشوش كتلعب كره عند مالك سيسي كتمشى جلال الدودي بطريقه زوينه كيحيد كره كتمشي عند تامر سيام كيلعب كره، ولكن لمن مباشره خادم فيها كفره، لان تامر سيام دخل عليه صالح برجليه. الحكم ما شاف والو ولا كان حداه وقال ما فيها والو. تامر سيام كينوض باش يكمل الماتش، كيولي كونتر ديال الفريق جينيراسيون. كتمشي كره عند بكاري ماني كيبغي سونتر كتدخل كتضرب بعدي وكتخرج كره لتوش لفائده فريق حسنيه اكادير. اذا خويا
ايوب دخلنا الدقيقه العشرة دائما، تقريبا الدقيقه العشرة دائما 0-0 بين حسنيه اكادير وجينيراسيون فوت السنغالي. هذه محاولة لفائدة فريق حسنية أكادير اللي كيحاول أنه يقلب على أنه يماركي البيت الأول، لأن فريق حسنية أكادير إلا مشى تماركا البيت الأول يعني غيصعب المأمورية ديال فريق جينيراسيون فوت، ويقدر نقولوا بنسبة كبيرة أنه يقدر يحسم الماتش، لأن ملي كتماركي خارج الميدان ديالك فكتسهل نقولوا الماتش عليك. كرة عند اللاعبين ديال جينيراسيون فوت اللي بشوية عليهم كيقلبوا أنهم يماركيو. إذا الكرة عند مالك سيسي كيدخل جلال الدودي وكيحيد ليه كرة بطريقة زوينة، كتمشي كرة عند أحمد ماهر، ما عرفتش كيتسنى أحمد ماهر بشوية عليه، أحمد ماهر كيلعبها لجلال الدودي، جلال الدودي كتخرج كرة توش لفائدة فريق جينيراسيون فوت. توش اللي يلعبوا على اللاعب عبد الحكيم باسين، عبد الحكيم باسين هو اللي يلعب توش. اذا الكره كتلعب عند باسين كيسونطري زوينه، دريس بناني في كارت زويد، دريس بناني بغا يسونطري ولكن الكره كتمشي مباشره عند المدافع بون صالح، باقي خطير عند جلال الدودي. نعم ايوب هي راه دايرها عرض اصلا. بلاتي بقى معايا ابد دابا مزيان. شوف هذه محاولة خطيرة ديال فريق جينيراسيون فوت. دابا كنشوفوا ان فريق حسنية أكادير ماشي جاي بانه يحافظ على النتيجه، جاي كذلك بانه يسجل. شفنا بانه كاين واحد الانفعالات ديال اللاعب الشوش وكذلك اللاعب بالنادي ديال الكره عند اللاعبين ديال جينيراسيون، ولكن كيدخل باسين وكيبعد الكره باقيه خطيره في الفريق جينيراسيون فوت. كترجع الكره عند اسماعيل سيمبارا، دفاع اسماعيل سيمبارا كيهز الكره ديالو كيغير الاتجاه عند باكاري ماني، ولكن كيدخل بعدي اللي كيضرب الكره ديالو كتخرج الكره على التوش لفائده فريق جينيراسيون فوت. جينيراسيون فوت اللي كيقلب انه يرجع في النتيجه الماركي البيت الاول. الكره كترجع لا ديفونس عند لاعب بوبكر مصطفى اليوم عند اللاعب مالك سيسي اللي كيرجع الكره ديالو عند بون صانوح كيرجع الكره ديالو عند اسماعيل سمبارا اللي كيرجع الكره ديالو عند ابو بكر مصطفى اليوم. اللاعبين كما كتشوفوا ديال فريق جينيراسيون فهما كيبنيو من نقولوا من الخلف من الدفاع، قريب كيلعبوا على كره الطويل لحد الساعه. الكره عند بون صانوح كيهز الكره ديالو خطيره لكن مباشره عند سفيان بوفتيني. اش كيدير سفيان بوفتيني؟ كيتسنى بزاف سفيان بوفتيني في الكار ديال التزويد، حتى مشات ليه الكره حيدها ليه بابينسا. بابي كيلعب عند خادم كيسونطري وكتمشي كره سهله عند الحارس عبد الرحمن الحواصلي. اللاعبين باقي كيبان عليهم ديال اللاعبين الحسنيه باقي مخلوعين، يعني مازال ما دخلوش الماتش، مازال ما دخلوش الماتش. الكره كتلعب عند ياسين الرامي كيلعب كره ديالو طويله عند بعدي كيتهز معاه باكاري ماني وكيخرج كره لتوش لفائده فريق حسنيه اكادير. لا لعب توش هو اللاعب بعدي عبد الكريم
بعد عبد الكريم لا لعبتوش لفائده فريق حسنيه اكادير، كتلعب كره عند تامر صيام كيلعبها عند زهير الشوش تامر صيام مع احمد ماهر، ولكن سبقها احمد ماهر سبق كره ديال احمد ماهر سبقها لتامر صيام، وخرجت كره السيميتر اللي كتلعب بسرعه ديال سايدو الناضي اللي كيلعب كره ديالو عند اسماعيله كيرجع كره لابو بكر مصطفى، كيتلعب كره كيرجع لاسماعيله طلع بالكره ديالو، اسماعيله كيلعب كره عند خادم دياو كتوصلو كره، ولكن الحكم كيقول فيها اورجو ديال الملك سيسي. ولكن ممكن نقولوا كاين 4000 متفرج حاضرون مشجعون. اذا خويا ايوب باقي 0-0 بين فريق حسنيه اكادير وفريق جينيراسيون فوت، ماتش باقي صعيب شويه، اللاعبين ديال فريق جينيراسيون كيقلبوا كيفاش يوصلوا للشبكه ديال عبد الرحمن الحواصلي، اللاعبين الحسنيه باقي شويه مخلوعين لحدود الساعه، يعني دوزنا ربع ساعه الاولى باقي اللاعبين الحسنيه ما دخلوش الماتش، باقي كيتسناو اجهد ديال فريق جينيراسيون من كره تلعب يلعبوا اللاعبين ديال الحسنيه اللعب ديالهم اللي كنعرفوا عليهم، يعني كره ما الى حدود الساعه يعني ما شفناش مهدي وبيلا ولا جلال الدوجي في الميليو اللعب ديالهم اللي كيدوروا كره التمريرات ديالهم اللي معروفين عليهم، في حين شفنا فريق جينيراسيون كيحاول انه يوصل. هذه محاوله خطيره ديال فريق جينيراسيون، كيدخل شريف وكيدخل كيزنطير خطيره لفائده فريق جينيراسيون فوت، اللاعب بابي انسا، لكن الرؤسيه ديالو كتمشي بعيده على فريق لا الجول ديال عبد الرحمن الحواصلي، الطريقه باش لعبات يعني دقه مالك سيسي من الميليو عطى كره قال شريف بايو اللي دخل كانت يزوج سونطرها بابي انسا، لكن الرؤسيه ديال بابي انسا كتمشي الحمد لله بعيده على البوطو ديال عبد الرحمن الحواصلي واخد الوقت ديالو كيضرب الكره ديالو عبد الرحمن الحواصلي كتوصل احمد ماهر، لكن كيدخل بون صانوح باقي الكره في السماء كيردها جلال الدودي، كتمشي عند مالك سيسي جلال الدودي كيبان شويه معصب، يعني جميع التدخلات ديالو فهو كيدخل شويه قاس، يعني كيبان ان الماتش ما راضيش عليه جلال الدودي، يعني جميع التدخلات ديالو شي 4 ولا 5 تدخلات دابا كلهم فكيدخل قاس، نتمناو انه شويه يبرد لانه الى خدا انذار يقدر يوصلوا لهذا الانذار، شي حاجه اللي ما بغيناهاش. يعني كره كتلعب عند اللاعبين ديال جينيراسيون فوت عند بونصالف كيرجع كره ديال اسماعيل سيمبارا، اسماعيل كتلعب كره لعند بعدي اللي كيدير كفره على لاعب شريف بايو، الحكم كيسيب ليه كفره لفائده فريق جينيراسيون فوت اللي كيلعب كره ديالو بشويه عليه كيرجع كره ديالو عند اسماعيله كيلعب كره ديالو بابي مطار بابي طلع هو جلال الدودي كيحيد ليه كره، ولكن الحكم كيقول كفره ديال جلال الدودي ضد جلال الدودي لفائده اللعب بابي مطار، وكيتحجج اللاعبين ديال فريق جينيراسيون فوت ضد لاعب لفائده الحكم ضد لاعب جلال الدودي بعد التدخل ديالو اللي كان جلال الدودي تدخل من الخلف كيحيد ليه الكره، ولكن الحكم شاف ان فيها فريق حسنيه اكادير جلال الدودي كيطيح، الحكم كيقول ليه هنا يكمل الماتش ولا الاحتجاج ديال الجماهير هنا جلال الدودي كينوض باش انه يلعب. اذا الحكم كيطلب الناس ديال الاسعافات انهم يدخلوا باش يهزوا جلال الدودي باش تكمل الماتش. كيبان شويه كما كنشوفوا الضغط ديال فريق جينيراسيون فوت، فريق حسنيه اكادير لحد الساعه ما لعبش اللعب ديالو، ما مدورش الكره اللي خصو يدورها، في حين فريق جينيراسيون فهو كيحاول يعني يوصل 2 مرات دابا للخطو ديال عبد الرحمن الحواصلي. جلال الدودي كما كنشوفوا هو في هذا الاثناء غيخرج باش اذا كفره لفائده فريق جينيراسيون فوت، هاد الكفره اللي بعيده على البوطو ديال عبد الرحمن الحواصلي كي كتشوفوا كلشي لعابه ديال فريق حسنيه اكادير. نعم علاش؟ اش هو؟ قول يا صاحبي هادي اسمحوا لينا كلشي كيقول نقلبوا التليفون على حساب الناس ديال اللي كيتفرجوا من التليفونات،
فالبي سي خصنا نوقفوه في البورطابل هكذا، ولكن الاهم هو ان توصل الصوره. هذا هو الهدف ديالنا من خلال هذا البث المباشر، ونتمناو ان شاء الله فريق حسنيه قراو انه يتاهل. اذا كره عند عبد الرحمن الحواصلي، الجول ديال فريق حسنيه اكادير اللي كيلعب كره ديالو، كتلعب كره طويله كتمشي الاقرب ليها هو احمد ماهر كتمشي كره مباشره من عند اللاعب شريف، هذا اللي كيضرب كره، ولكن الكره كتخرج، الكره توش لفائده فريق حسنيه اكادير. اللي لعب توش هو اللاعب بعدي عبد الكريم كيلعب كره ديالو لعند تامر صيام كتلعب كره لعند زهر الشوش، ولكن الحكم كيزيد لي كفره لفائده فريق جينيراسيون فوت. إذا 23 دقيقة دائما 0-0 بين فريق جينيراسيون فوت الحسنيه ديال كفره. كتلعب خطيره في الكره ديال ديزويت، 4 اللعابه على الكره من جينيراسيون فوت. ما عرفتش اللاعبين ديال الدفاع ديال فريق حسنيه كيدير امتى يفيقوا. الكره كتلعب عند اللاعب خادم ديالو، كيلعب الكره ديالو عند بابي مطار، ولكن كتخرج الكره للتوش اللي فين فريق حسنيه اكادير. اللي يلعب توش هو اللاعب بسين عبد الكريم واخد الوقت ديالو باش انه يلعب هذه الكره. بسين كيلعب الكره ديالو طويله، كيلعب توش لعند بناني، كتلعب كره كتمشي زوينه عند زهير الشوش كيحط الكره ديالو، لكن كيجي اللاعب بون صالح وكيحيد الكره. الحكم كيقول كفره لفائده فريق حسنيه اكادير، كفره في الجهه اليمنيه قريبه للتوش بعيده على الكاري ديال ديزويت. الا قلنا 30 متر، ف 30 متر بقينا كلها كاينه في نص التيران، يعني تيران صغير بزاف ديال هذا اللي كتلعب فيه كره. المهدي اوبيلا يلعب هذه الكره، المهدي اوبيلا كيسونطري زوينه خطيره كتمشي، ولكن كدوز من تامر صيام وكتمشي لدريس بناني. دريس بناني طريقه زوينه باش دريبلا دريس بناني عطاها لتامر صيام يسونطري، لكن كيدخل اللاعب اسماعيل سامبارا وكيخرج كره الكورني لفائده فريق حسنيه اكادير. إذا تامر صيام كيلعب كره ديالو كيسونطري خطيره، لكن مباشره في يد الحارس سيدون ضاي اللي كيلعب كره ديالو بسرعه، وكيبان اللاعبين ديال انهم يعني كاين الطاقم التقني ديالهم يعني طلبهم انهم يتسرعوا شويه باش انهم يقلبوا يماركيو البيت الاول ديال فريق جينيراسيون. اذا كفره لفائده فريق جينيراسيون كتلعب بسرعه، كيلعبها اسماعيل سامبارا، كيلعبها عند ابو بكر مصطفى اليوم. كيلعبها بكاري ماني كيلعب الكره ديالو عند خادم دياب كيلعب الكره ديالو مورا باسين، كتوصل الكره عند بابي مطار، معاه واقف عليه سفيان بوفتيني خرج كره توش اللي في فريق جينيراسيون فوت. توش اللي كتلعب بسرعه كتمشي كره عند شريف بايون كيرجع كره عند اللاعب بونصانع كيغير اتجاه الكره في الميليو عند اسماعيل سامبارا عند بادارس، وهذه خطيره بكاري ماني كيسونطري خطيره. الحمد لله ماشي بيت يعني ماركا جينيراسيون فوت، ولكن اورجو الحمد لله انها ماشي بيت. لاعبين ديال الحسنيه الى حدود الساعه ما كاينينش، لاعبين ديال الحسنيه ما حاضرينش، يعني الطريقه باش تماركا البيت يعني للاسف كيبان ان الدفاع ديال فريق حسنيه اكادير لا ياسين الرامي لا سفيان بوفتيني يعني ناقصين شي شويه اليوم. الحواصلي كيلعب كره احمد ماهر اللي كيسبق كره لتامر صيام.
تامر صيام كيرجع كره ديالو عند سايدو نداي، كتمشي كره عند الجول ديال فريق جينيراسيون فوت. جينيراسيون فوت كتلعب كره عند اسماعيل صنباله، طالع بالكره ديالو، طالع بالكره كتلعب عند مالك سيسي، مالك سيسي ولكن مباشره كتمشي عند ياسين الرامي، ياسين الرامي اللي كيبعد الكره عند احمد ماهر، احمد ماهر ولكن موفيز كونترول، كتخرج كره للتوش لفائده فريق جينيراسيون فوت. اللي يلعب التوش هو اللاعب خادم كتلعب كره عند بونسانوح اللي كيغير الاتجاه عند باكاري ماني، باكاري ماني كيغير الاتجاه ديال الكره، ما كيحاول انه يطلعها. اللاعبين ديال جينيراسيون فوت بداو كيثيقوا في راسهم، بدا اللاعبين ديال جينيراسيون كيلعبوا هذه خطيره، دقه ولاو كيلعبوا دقه على فريق حسنيه تكادير. اللاعبين ديال جينيراسيون فوت كنشوفهم ولاو كيلعبوا دقه على فريق حسنيه تكادير، ودغيا كيوصلوا للاسف الكاري ديال 18. يعني فينا هو جلال الداودي المهدي وبيلا يعني كاين شويه ديال الضغط على اللاعبين، يعني ما حاضرينش، يعني ما مكونسونطرينش في الماتش. كره كتمشي عند زهير الشوش مباشره، كتلعب كتمشي عند خادم ضيول، كيرجع كره ديالو عند ابو بكر مصطفى ليو، ابو بكر مصطفى ليو كيلعب عند اسماعيل سامبارا، اسماعيل كيلعب كره ديالو عند ابو بكر مصطفى، كيهز كره ديالو طويله مورا باسين، كتلعب كره باسين كيرجع كره ديالو كتمشي عند خادم، كيخلي كره باش تخرج للتوش، خادم كيلعب توش طويل عند اللاعب شريف بايو، شريف بايو بيدخل كار الزويد، كيدخل وكيجي سفيان بوفشيني وكيبعد الكره وكتخرج كره لتوش لفائده فريق جينيراسيون فوت. توش اللي كتلعب بسرعه، كيلعبوا اللاعب خادم جينيرال، كتمشي كره عند، كتلعب كره سفيان بوفتيني، كيضرب كره ديالو كتمشي عند بونسانو، بونسانو كيرجع كره ديالو عند ابو بكر، ابو بكر مصطفى ليو، ابو بكر كيلعب على بونسانو، بونسانو كيلعب كره ديالو طويل عند بكاري ماني، ولكن كيجي بعد كيحيد ليه كره، كيولي اللاعبين ديال الفريق عند تامر صيام، تامر صيام عند ياسين الرامي، ياسين الرامي لمن لعبها لدريس بناني، ولكن مباشره الراسيه ديال الخادم، كتمشي كره عند مالك سيسي، مالك سيسي مع جلال الداودي في الميليو، مالك سيسي جلال الداودي طريقه زوينه كيحيد الكره، كيحافظ على الكره ديالو، برافو جلال الداودي كيبيض هذا، ولكن ماشي مشكل، ما عندناش ماشي وقت التبييض هذه، ولكن الا تبيضتو مشات لك الكره خايبه. مالك سيسي كيحيد ليه بوفتيني كره من رجليه، كتمشي كره عند زهير الشوش، زهير الشوش كيقلب على جلال الداودي، جلال الداودي، جلال الداودي طلع بالكره ديالو، كيعطي كره زوينه لدريس بناني في الجهه اليمنيه، دريس بناني واش غيسونطري دريس بناني واخد الوقت ديالو عند تامر صيام، تامر صيام عند جلال الداودي، جلال الداودي كيتيري، لكن التير ديالو كيمشي بعيد على البوطو ديال سايدو نداي. يعني هذا حل من الحلول ان فريق حسنيه تكادير يتيري، لان كنشوفوا التير فريق حسنيه تكادير باش ماركا على فريق جينيراسيون، يعني التير ديال زهير الشوش والمالوكي كيماركي البيت. بالفعل خويا ايوب كانت محاوله خطيره وماركاو البيت، ولكن الحمد لله يعني دازت بسلام، والحكم كان من جانبنا، لان الطريقه باش لعبوها يعني دقه ودخلوا بها حتى الكره ديال التزويد، سونطرات من الجهه اليمنيه، وكان الاول عطاها للثاني، عطاها اللاعب شرف بيو، عطاها لبابي انسان اللي حطها في الشبكه برجليه بطريقه سهله جدا، ولكن بابي الحمد لله كان اورجو، يعني كنشوفوا دخلنا 31 باقي 0-0، ولكن لعيبه الحسنيه بغاو يجيريو الماتش، ولكن كيبان شويه انهم مخلوعين، يعني كاين اخطاء بزاف، وشفنا فريق جينيراسيون فوت هو اللي مسيطر دابا، هو اللي مدور الكره وكيبني، يعني للاسف يعني كنلقاو انه كتطلع كره بحال هذه خطيره، كره كتمشي عند ديارة في الجهه اليمنيه، ديارة كيقلب على من كيهزها بطريقه زوينه، ولكن كاين الحمد لله باسين كيبعد الكره عند مالك سيسي، موفيز كونترول، خليها مالك تخرج، مالك بغا يدريبلي باسين كيدخل كارت زويد، لكن كيسونطري خطيره هذه وكيتهز الحواصلي وكيخرج كره بطريقه زوينه. يعني اللاعبين ديال الحسنيه ما حاضرينش، يعني الضغط ديال فريق جينيراسيون ماشي شي ضغط اللي كبير، بس انت هو طايح دابا في التيران، الحواصلي طايح، لان هنا كيبان ان الضغط ديال فريق جينيراسيون فوت لا الضغط النفسي اكثر ما هو الضغط الكروي، لان ما كاينش شي كره كبيره. يعني شفنا 3 ديال المحاولات اللي حقيقيه بالنسبه لجينيراسيون فوت، وحده ماركا، ولكن الحمد لله كانت اورجو، ولكن اللاعبين ديال الفريق حسنيه تكادير الى حدود الساعه يعني ما لاعبينش اللعب ديالهم اللي خصهم يلعبوا، لان للاسف اللاعبين ديال الحسنيه واش نقولوا مخلوعين، واش نقولوا
ما حاضرينش، نتمناو انهم يفيقوا، لان فريق جينيراسيون يعني كونسونطري مزيان في الماتش، حاضر دقه دقه. كنشوفوا كيفاش كيطلعوا بالكره من وسط الميدان ولا نقولوا من الدفاع، طالعين للميليو كيبنيو هجومات، كيلعبوا على لي كولوار. فريق حسنيه كدير حدود الساعه ما شفناش قليل للاسف، غايب مهاجم صريح احمد ماهر، ما خصوش يلعب تما، لان ما نقولوش ما خصوش ولكن غايب اليوم احمد ماهر اللي لعبوا اليوم النف. يعني على الاقل كون جاب ماركوفيتش، ورغم انه داخلين معاه في نقاش انه يفسخوا معاه يدوزوا به بعد هذا الماتش، على الاقل ماركوفيتش البنيه ديالو الجسديه يلعب في الهجوم، يغتلكوا على جوج مدافعين يخليهم ضروري انهم يرجعوا له. احمد ماهر دابا كنشوفوه مهاجم، راه هو لعب في الدفاع وخلى الكره انها ترجع دابا عند اللاعبين ديال جينيراسيون، كتلعب كره كتمشي عند اللاعب بونسانوح عند ماني كتلعب كره خطيره، باكاري ماني كيسونطري كره زوينه لبابي انسا. بابي انسا الرأسيه ديالو ما كانتش قويه الحمد لله، وكتمشي كره مباشره ليد الحارس عبد الرحمن الحواصلي كيضرب كره ديالو، كتهز كره الاقرب ليها هو المدافع اسماعيل سامبارا، اسماعيل عند ادريس زويرشوش عند احمد ماهر عند ادريس بناني كيرجع كره ديالو عند اللاعب باسين عند زهير عند اللاعب ادريس بناني كيلعبها جلال الداودي. هذه هي كره حسنيه تقادير، هذا هو اللعب ديال حسنيه تقادير، كيشد كره كيدورها كيخلي الفريق الاخر هو يقلب على كره، ماشي الضغط. انه هذه هي كره مزيان، لاعبين الحسنيه تيقوا في راسهم يدوروا كره. فين هو جلال، فين هو المهدي اللي معروف على انه كيدور كره رقائقي؟ جلال الداودي والمهدي بالله ما كانوش في هذه النص ساعه الاولى، نتمناهم انهم يفيقوا شويه. كره كتلعب بسرعه عند جلال الداودي، كيرجع كره ادريس بناني حط كره، كيجي خادم بغا يحيد عليه وكتخرج كره توش، وكيقول الحكم توش الخادم رغم انه هو اللي خرج كره توش. خادم كيلعب كره ديالو طويله عند انسا، باسين كينسى، سفيان بوفتيني كيختار مبدا الامان وكيخرج كره انها تخرج توش لفائده فريق جينيراسيون. 35 على بعد 10 ديال الدقائق من نهايه هذه اللاميطه الاولى، اللاميطه ديال الخلعه شويه 0-0 بين الحسنيه وفريق جينيراسيون فوت. خويا ايوب، اذا كيفاش كتشوفوا معنا محاوله خطيره ديال مالك سيسي اللي قلب على بيلانتي، طاح الحكم ما فيها والو، الجمهور احتج عليه قال لي راه فيها بيلانتي، ولكن الحمد لله كره خرجت توش كتلعب بسرعه عند خادم، كيجي احمد ماهر كيلعبها لزهير الشوش طلع بالكره ديالو، زهير الشوش بغى يلعب كره ولكن كيخرج كره بعد ما كتضرب كره اذا كره متواصله عند اللاعبين ديال فريق جينيراسيون فوت عند الكارديان سيدو كتلعب كره، كتمشي كره عند ماني اذا كره لفائده فريق حسنيه تاكادير، توش لفائده فريق الحسنيه. بعد كيلعب كره ديالو كتمشي كره عند بكاري ماني كيرجع كره على اسماعيل كيلعب كره ديالو عند خادم كيلعب كره ديالو طويله مورا باسين كيمشي ليه لاعب شريف بابي مطار كيحيد عليه باسين بطريقه زوينه، كيقول الحكم ما فيها والو ضد باسين، كتلعب توش بسرعه ديال خادم لفائده فريق جينيراسيون فوت. مالك سيسي كيخلي الكره، كيجي بوفتيني وكيبعد الكره، بوفتيني كتلعب كره كتمشي كره لعند اللاعب اسماعيل سيمبارا، كيلعبها لسيدو ماني، نضاي كتلعب كره عند باكاري كيرجع كره ديالو عند اسماعيل واش وصلها؟ لا وصلها ما خلاهاش تخرج للتوش. كيرجع كره ديالو الحارس سايدو كيلعبها لاسماعيل طالع بالكره ديالو كيلعبها مع اللاعب شريف
شريف بايو كيلعب كره ديالو عند اللاعب بابي مطار مع جلال الدودي. الحكم كيقول ما فيها والو. كي كنشوفوا اللاعبين الحسنيه كلهم لاعبين في النص ديال التيران، والفريق ديال جينيراسيون فوت فهو ضاغط على فريق حسنيه اكادير. كتلعب كره عند بكاري ماني كيحطها كيحط كره بكاري ماني في الجهه اليمنيه. كتلعب كره عند ديارة كتخرج كره للتوش. بكاري ماني كيلعبها لمالك سيسي كيلعبها لبكاري بشويه عليه واخد الوقت ديالو قدام تامر صيام. كتحيد ليه كره وكيجي الحكم كيصيف ليه كفره اللي صعيبه على البوطو ديال فريق حسنيه اكادير. كفره اللي قريبه من الكاري ديال 18 كما كتشوفوا. يعني ماتش اللي صعيب، احتجاج بين اللاعبين ديال فريق حسنيه اكادير واللاعبين ديال جينيراسيون فوت. بكاري ماني مع جلال الدودي كان كلام كثير. اذا كفره صعيبه كما كتشوفوا، كفره قريبه من الكاري ديال 18 بالنسبه لفريق حسنيه اكادير. ادريس بناني بوعدو اللي بقى يعني قريبه من البوطو ديال عبد الرحمن الحواصلي كيهضر مع اللاعبين باش انهم يقادوا كبير. كفره صعيبه، كفره اللي فيها 3 اللعابه ديال فريق جينيراسيون فوت كلهم يحاولوا انهم باش يلعبوا هاد الكفره، ولكن كيبان خادم دياو هو اللي يلعب هاد الكره. خادم دياو اللاعب بابي مطار مع خادم دياو. خادم هو اللي يلعبها بالعسريه، يحاول انه يلعبها ديريكت للقوطه ديال الحواصلي. نتمنى انها تدوز بسلام. اذا الحكم عبد الواحد حريودات من ليبيا كيهضر مع جلال الدودي مع المجيء بالله مع احمد ماهر ان الكره الا تمثل الجو فيها بلانتي. نتمنى ما تكونش. خادم كيتيري التير ديالو خطيره، لكن الحمد لله مباشره اليد الحارس عبد الرحمن الحواصلي. يعني الطريقه باش لعبوها كانت طريقه خطيره، يعني مدروسه، تلعبات مباشره. الرص ديال الصاني بابي انسا، لكن الحواصلي كان مكونسونطري وكيشد الكره ديالو كتلعب عند احمد ماهر كترجع الكره ديالو، ولكن كتمشي عند بون صانوح كترجع كره عند اللاعب بدره وكتخرج كره التوش لفائده فريق. كتمشي كره على جلال الدودي. الكره عند تامر صيام عند احمد ماهر اللي كيلعبها لجلال المهدي وبيلا كيلعبها كيسبق كره لتامر صيام. تامر طريقه زوينه عند بعدي داخل الكره الزوين. 40 دقيقه جلال الدودي بطريقه زوينه باش كيحيد الكره. جلال الدودي باقي محافظ على الكره ديالو. باسين بغى يسونطري، ولكن الكره كتوصل زهير الشاوش عند دريس بناني كيدرب بطريقه زوينه. دريس بناني باقي بغى يدرب للحكم، قال ما فيها والو، ولكن فيها كفره السيد الحكم. كفره اللي فيها فريق حسنيه اكادير ما علنش عليها، ولكن كره كتلعب بسرعه عند اللاعبين ديال فريق جينيراسيون فوت. كتمشي كره عند بكاري ماني كيسبق الكره ديالو عند اللاعب بابي انسا عند ياسين درامي. بابي انسا كيسونطري خطيره، الحمد لله داز باقي خطير عند مالك سيسي في الكارت زويت. لكن التير ديالو كيمشي بعيد على البوطو ديال عبد الرحمن الحواصلي. كفره اللي كانت صعيبه على فريق حسنيه اكادير. الحواصلي اللي كيحتج على الحكم الليبي لان كان فيها كفره الجلال ياسين الرامي في الجهه اليمنيه مع بكاري ماني اللي ضرب على ياسين الرامي، دار كفره، ولكن الحكم ما سيبلاهاش ومشات كره كانت خطيره وصلت مالك سيسي دخل الكاري 18. قولوا تيرها بين رجلين ديال باسين، لكن الحمد لله دازت بسلام على البوطو ديال عبد الرحمن الحواصلي. كره كتلعب بسرعه الحواصلي كيلعبها، لكن طويله كتمشي مباشره للاعبين ديال فريق ماني فريق جينيراسيون فوت. وبعدي اول صفره في الماتش، بعدي كياخذ الصفره بعد ما تدخل ضد لاعب بدره كياخذ الصفره.
دقائق قليله على نهايه هذا الماتش. هذه لاميطه الاولى نتمنوا ان لاميطه الثانيه يفيق فريق حسنيه تقدير اكثر، لان بالامكان انه يدور كره، بالامكان ديالو انه يجري الماتش، ولكن احسن هكذا رغم ان النتيجه الحمد لله الى حدود الاستعراء مزيان 0-0 اهلنا، ولكن بغينا تاهل ان شاء الله. ان شاء الله فريق حسنيه تقدير يماركي شي بيت، لان دابا كنشوفوا مالك سيسي كيدخل الكارزوي بغا يدريبلي باقيه خطيره. كنمشي عند ياسين الرامي كيتيري ولكن كيبعد الخطوره، يعني كيبان اللاعبين ديال الحسنيه تقدير حاجه واحده اللي كيديروا هما انهم كيدافعوا، كيحاولوا ان يبعدوا الكره، يبعدوا الخطر من الكره ديال 18. فعلا فريق جينيراسيون فوت فهو يعني ضاغط على فريق حسنيه اكادير، ولكن للاسف فريق حسنيه اكادير ما عندوش حاليا شي مهاجم. كره زوينه ولكن ما كتوصلش دريس بناني اللي كيلعب عليه المهدي وبلا مباشره، ولكن كتمشي عند اللاعبين ديال جينيراسيون فوت جلال الداودي وكيجي وكيضرب كره جلال الداودي وكتخرج كره مباشره التوش. اذا الكره عند اللاعبين ديال فريق جينيراسيون فوت اللي كتلعب كره كتمشي عند باكاري ماني كيلعب كره ديالو مع اللاعب بدره كترجع كره عند باكاري ماني خطيره هذيك اللعبه الانسان. الحمد لله كانت محاوله خطيره ديال فريق انسا، كان ممكن انه يماركي البيت الاول، ولكن يعني الامور غاديه مزيان. كان انسا عنده يقدر يماركي البيت الاول ديال فريق حسنيه تقدير. ايوب اذا كانت محاوله 44 لعبوا دقيقه واحده، كانت محاوله خطيره كنا ممكن نشوفوا فيها البيت الاول ديال الفريق جينيراسيون فوت، ولا مشات تماركا جينيراسيون في هذا الوقت يعني عذبنا في لاميطه الثانيه وهو عذبنا في هذه لاميطه الاولى. هذه الكره اللي تلعبت مورا المدافعين انسا كيدخل كارزوت كيخرج عنده الحواصلي كيهزها مورا الحواصلي، لكن الحمد لله يعني الكره كتمشي فوق البوطو ديال عبد الرحمن الحواصلي. كفره اللي الكره اللي كانت ملعوبه، واللاعبين ديال جينيراسيون فوت يعني بما كيتزاد الماتش بما كيصعب على فريق الحسنيه تقدير جينيراسيون كيلقى الثقه ديالو، كيتزاد الثقه ديالو، كيزيد يقلب انه يماركي، لان اللاعبين ديال الحسنيه كيبانوا ساهلين قدام فريق جينيراسيون فوت. العكس اللي كان في لالي، شفنا فريق حسنيه تقدير كان مدور كره، جينيراسيون فوت كان عيان يعني ما كانش حاضر. فريق حسنيه تقدير دار به داكشي اللي بغى. اليوم كنشوفوا العكس للاسف، اللاعبين الحسنيه ما حاضرينش في هذه اللاميطه الاولى يعني قلال، وحتى الخطه باش لعب كاموندي يعني ما لعبش بشي مهاجم على الاقل خصو يدخل. دابا ايوب المالوكي خرج تامر صيام، ولكن اختار انه يدخل عماد الكيماوي بعد الاصابه ديال تامر صيام اللي كيخرجها الان. يعني كنعرفوا تامر صيام كيلعب مهاجم، يدخل عماد الكيماوي اللي كيلعب وسط الميدان. يعني اشكاليه كبيره بالنسبه للمدرب وخطه باش لعب كاموندي. ثم بالنسبه نقولوا التالي الافكتيف ديال فريق حسنيه اكادير، يعني الاصابه ديال المالوكي واش ما دخلش انه نقولوا انه يكون حاضر ولا علاش؟ لان اشكاليه ديال فريق ان يدخل عماد الكيماوي اللي كنعرفوا كيلعب في المليون وخرج تامر صيام هجوم، يعني يخلي فريق جينيراسيون يبقى ضاغط. وحنا محتاجين على الاقل شي مهاجم اللي يدير شي كونتراتاك، لان للاسف لاميطه كلها قربنا دابا وصلنا دقيقه 45 ما شفنا حتى شي محاوله لفريق حسنيه تقادير. هذه كره خطيره ديال فريق جينيراسيون ماني، لكن السونتر ديالو هذه كره كتوصل عند احمد ماهر، كيرجع جلال الداودي كيلعبها باسيل كيقلبوا على شي واحد يطلع حتى واحد ما طالع. احمد ماهر في الميليو اللي لعب اليوم كراس حربه، يعني خص يكون هو اول واحد اللي يقدر انه يقود هذا نقولوا لي كونتراتاك، ولكن احمد ماهر فهو كنعرفوه وسط ميدان يعني صعيب باش يكون مهاجم. كره كتلعب كترجع مباشره عند اللاعبين ديال جينيراسيون فوت، كتلعب سفيان بوفتيني كيبعد الكره. دخلنا الكونديسيونيل قليل على نهايه هذا الماتش. كره خطيره عند شريف بايو كيجي جلال الداودي لا ما حيدهاش ليه، كتلعب كره وكترجع كيمشي ليها بون صالح كيلعبها لشريف بايو خطيره عند بدر بغا يجري ياسين رامي حط ليه رجليه وما خلاهاش. هذه كونتراتاك زوينه الحسنيه. دريس بناني ما حطش كره قدام وخلاها وراه حيدها ليه. بون صالح طلع سونطراها وكيجي ياسين رامي كيبعد الكره كتمشي عند دريس بناني اللي دي شي كدار بالنسبه لفريق حسن
حسنيه كدير موقف خط وكفره ديال بعدي كيعطي كفره سهله للفريق جينيراسيون فوت وشونجمون كما قلنا ديال فريق حسنيه كدير كيخرج تامر سياف وكيدخل عماد الكيماوي وكفره صعيبه لفائده الفريق جينيراسيون فوت اللي عماد كفره هو اسماعيله يلعب كفره ولا خادم هذا هو اللي يشير عليها قبيله باليسريه مباشره للكاري تزويد الرأسيه ديال العنصه اللي كانت سهله نتمناو التهدئه للدوز بخير وعلى خير كان زويد خادم كيسونطري لكن كيجي ياسين جلال الداودي يعني ما كاينش دوزيام بال والحمد لله الحكم عبد الواحد بريدات كيسيف لي لا فان ديال لا ميطا الاولى 0-0 بين فريق حسنيه كدير وفريق جينيراسيون فوت. اذا متتبعينا نتلاقاو في لا ميطا الثانيه ان شاء الله.